صحيح. بس طيب كابتن هشام، لجنه المسابقات تقرر ايقاف كابتن طارق يحيى مباراه واحده، واحمد عيد 4 بسبب احداث مباراه طلائع الجيش المصري. وأوسو كمان كان مباراتين وأوسو اعتقد كمان كان مباراتين فعلا يا كابتن هشام. يمكن طبعا معانا كابتن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش. كابتن طارق، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبي. ازيك ازيك يا كابتن؟ طبعا احنا بعد الماتش اللي فات جبناك كده وكنت بتنرفز وقررت الاعتزال، وبعد كده طبعا هديت الحمد لله. ايقافك يا كابتن مباراه واحده، رغم ان يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل جوه الملعب عشان يتم الايقاف ده يا كابتن. ما انا ما اعرفش ايه اللي حصل. ما اعرفش اساسا ايه اللي حصل. تعرفش يعني انا ما اعرفش. اولا بمسي عليك يا روح وليد وهشام، منورين الاستوديو. ازيك يا كابتن؟ انا ما اعرفش انا موقوف ليه، يعني توقفت ايه مباراه، ما عنديش فكره يعني كابتن اولا يا كابتن طبعا احنا معانا كابتن هشام حنفي وكابتن صالح لطيف. طبعا ما انا قلت ازيك يا اتش وازيك يا وليد حبيبي يا كابتن طارق، ازيك؟ طيب الاعتراض يا كابتن يمكن هو الحيثيات قرار الايقاف هو لان انت اعترضت على الحكم. انا ما اعترضتش على الحكم، ما تسالوا الحكم ما اعترضت عليه في ايه. تقرير بقى الفني كان من خلال مراقب المباراه ولا اتكلمت مع الحكم. هو انت كابتن طارق هو طلع يعني بعد المباراه كابتن طارق طلع على على قناه الحياه وقال الكلام ده، لكن هو ما اعترضش يعني الصوره. انا ما اتكلمتش يا جماعه. انا أيوة. كل اللي انا قلت ان انا بفكر جديا ان انا ابطل تدريب من اللي انا بشوف في مجال كره القدم. لا تعرضت للحكم ولا تعرضت لحاجه ولا اي حاجه. وبعدين عموما عادي يعني، ما فيش مشكله يعني. القصه مش يعني لجنه المسابقات او اتحاد الكوره او وات ايفر اللي اصدر هذا القرار، عادي يعني الامور عاديه. خلاص وقفت المباراه، ايه المشكله؟ خلاص. طب يا كابتن انت موقفك ايه؟ هيحصل تظلم في الموضوع ده ولا مش هيحصل؟ ولا تظلم ولا بتاع. بص يا روق، انا هقول لك على حاجه. انا هتظلم من ايه يعني؟ ما هم خدوا قرار بالايقاف، خلاص اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله خالص. اذا كان ما هو انا بتكلم في ايه؟ بص هقول لك على حاجه. المشكله اللي حصلت في المباراه بتاعه الجيش والمصري، اولا المشكله دي مش اول مره تحصل. حصلت قبل كده في مباراه المقصه، حصلت قبل كده في مباراه الاتحاد والمصري برضه السكندري والاتحاد المصري، اتحاد الشرطه، الاتحاد السكندري، وفي مباراه يعني مش اول مره تحصل المشاكل يعني في المباراه يعني، في المباريات المصري بالذات يعني. فما علينا يعني. كل التقدير والاحترام للنادي المصري وجماهيره طبعا. انا اشتغلت هناك موسم، ناس محترمه وانا بحبها وبقدرها يعني، مفيش اي مشكله خالص يعني. القصه بعيده تماما عن النادي المصري. ولكن انا يعني عايز بس الفت نظر الناس اللي بتتفرج علينا يا هشام لحاجه مهمه جدا، ويا رؤى ويا وليد. للاسف الشديد التصوير التلفزيون، طبعا تقرير الحكم هو يجب كل الكلام ده، انا مش بتكلم على حاجه، ولكن انا بتكلم على الاخراج بتاع المباراه في اليوم ده. هو اللي لبسنا في الحيط. ليه بقى؟ لان انا لو انت راجعت شريط المباراه لحظه، هو معانا قدامنا دلوقتي يا كابتن عامه. لحظه اوسو كونان ما كان واقع على الارض، هو ماشي على الارض لوحده يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه. اوسو كونان اتزق او اتضرب واتبصق عليه من حارس مرمى نادي المصري، من رمزي صالح. يا كابتن ده قدامنا الواقعه في ايه. هو لما الصوره جت على اوسو جت وهو واقع على الارض. طب هو واقع على الارض ازاي؟ ليه؟ يعني انا نفسي بس لقطه سعاد يعني، فاهم؟ ونشوف مع بعض اوسو كونان لما جه خد الانذار الاول خده وهو واقع على الارض. طب ايه اللي وقعه على الارض؟ ان حارس المرمى المصري اعتدى عليه وبصق عليه، ماشي؟ دي حاجه. لما قام اوسو كونان، انا لا اقر اللي عمل اوسو كونان عشان بس تبقى عارفين، ما حدش بس ايه يمسك يقول لك ده طارق. بص اوسو كونان كان على الارض اهو، قام. ده فعل طبعا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي صعب يعني، ما لا يحق اوسو كونان يعمل هذا الكلام. مظبوط. اوكي. وبدليل ان هو راح ادى لمين؟ لرمزي. ليه؟ لان رمزي اعتدى عليه. يعني رمزي اللي اعتدى على اوسو الاول، هو شايف الواقع اهو، فاهمني؟ وادى انذار كارت احمر مباشره لمين؟ للاخ اوسو كونان. اوسو كونان واحمد عيد ورا بعض يا كابتن. بص يا كابتن هقول لك على حاجه. انا لا اقر اللي عمله عيد عبد الملك واتخصم منه فلوس عشان تبقوا عارفين يعني. انا وقعت غرامه على اوسو وعلى عيد عبد الملك، غرامه قويه جدا في نادي طبعا يعني من اللائحه. اقصى عقوبه ممكن انها لاعب في لائحه اتحاد في اللائحه بتاعه طلائع الجيش. مظبوط. فاهمني؟ يعني انا لا اقر اللي عمله اوسو ولا اقر اللي عمله عيد عبد الملك عشان تبقى عارفين. هو ده التصرف المحترم من اي مدير فني يا كابتن، طبعا بيحترم. ما انا بقول لك يعني انا مش بتكلم الكلام ده عشان ابرر موقف عيد ولا ابرر موقف اوسو، لا
خالص. الموقف غلط وخطأ من الاثنين، وانا بعترف بيه عادي، مفيش مشكله. هو متقبل اي عقوبه سواء كانت على اوسو او على عيد او على طارق يحيى او اي حد في طلائع الجيش، لان احنا منظومه عسكريه محترمه طبعا. بنرسي قواعد الاحترام والاخلاق اولا واخيرا. ولكن انا مش عايز اقول اللي اعتدى عليه يطرد، واللي اعتدى ما يطردش. طب فين يعني اللاينز مان هنا يا كابتن؟ يعني المفروض يعني ده الأقرب يعني الموضوع ده اللاينز مان، يعني المفروض يشوفه وكان يبلغ الحكم. يا كابتن انا مش هقول لللايمان يعمل ايه ولا الحكم يعمل ايه، انا مش هقول لهم يعملوا ايه يا كابتن، هم يعملوا اللي هم عايزينه، مفيش مشكله خالص. الموضوع سهل وبسيط، وانا يعني عمري في حياتي ما تعديت باللفظ ولا القول على اي انسان، سواء زميل ملعب او مسؤول في اتحاد الكوره او مسؤول في لجنه المسابقات او مسؤول او حكم او تبقى اي مسؤول في المنظومه كلها. عمري في حياتي ما تعديت بالقول ولا اللفظ، وده اسلوبي مش هغيره. يعني اذا كان في ناس بتقول لي ازاي انت ما ردتش وازاي انت ما عملتش، ده مش اسلوبي ان انا ارد الاساءه بالاساءه، بالعكس دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام حثنا عليها، وهي حسن المعامله. وحتى لو انت حد غلط فيك او اعتدى عليك، مش هتروح تضربه ولا تروح تعتدي عليه، عادي جدا جدا جدا. اللي اتعمل كله انا غير موافق عليه، سواء من المصري من النادي المصري او من نادي الجيش، يعني سواء من الناس اللي موجوده في النادي المصري او الناس اللي موجوده في نادي الجيش. يكون بقى طريحه طرف، اوسو كونان طرف، عيد طرف، اي حد تاني طرف، دي قصه مش بتاعتي. يعني انتوا يا كابتن في الاخر مش هتقدموا تظلم بوقف حضرتك؟ والله دي بقى حاجه بتاعت مجلس اداره نادي طلائع الجيش، هم لو هم شايفين ان هم يعني ان يستحق التظلم. انا شخصيا اقسم بالله ما عملت حاجه، لكن عادي خلاص، يعني هم خدوا قرار بهذا الكلام. انا بكره هتكلم مع الناس المسؤولين في طلائع الجيش، وهم لهم القرار الاول والاخير، يعني يتقدموا بالتماس مش هيتقدموا، دي حاجه بتاعتهم. لكن انا شخصيا انا بقول قدام الناس اهو، لو انا شايف ان انا غلطان او انا اخطات، انا هقول انا اخطات يا جماعه. صحيح. طب انا بقول لك اوسو كونان اخطا وعيد اخطا. طب كابتن بقى يعني خلاص بقى احنا يعني طبعا يعني انتوا قدمتوا مباراه رائعه الصراحه قدام النادي المصري، وكانت مباراه من الفرقتين رائعه. خلينا بقى نروح بقى على احنا خلي بالك احنا كنا كسبانين يا فاروق واحنا وحشين. انا سمعت تصريحات حضرتك. صحيح. خلينا نروح بس اهلي وزمالك بقى. كابتن توقعاتك الثلاثه يعني يوم 9 ان شاء الله مباراه القمه، وحضرتك طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك ومدرب على مستوى عالي جدا، توقعاتك في ظل الاداء الفني للفرقتين ممكن الماتش يبقى عامل ازاي؟ هو طبعا المباراه مش هتبقى سهله للفرقتين خالص خالص، ومن المباريات اللي صعب جدا التكهن بيها كعاده مباراه الاهلي والزمالك في يعني ما قبل السنتين اللي فاتوا كانت النتائج اعتقد بتبقى قريبه، يعني للزمالك افضل فبيكسب، الاهلي افضل فبيكسب. لكن المباراه دي انا يعني صعب جدا. وخلي بالك انا بقول ان بطوله الدوري او 50% من بطوله الدوري بكره ولقاء القمه. صح. المباراتين اللي بكره دول اهلي مع انبي، الزمالك مع اسماعيلي، واهلي مع زمالك، دول 50% من البطوله. يعني الفريق اللي سواء الاهلي او الزمالك لو كسب بكره، الاهلي كسب بكره وكسب يوم 9، اعتقد 50% قرب. الزمالك لو كسب بكره وكسب لقاء القمه هيبقى قرب ب 50%، لان انت لو حسبتها كنقاط وكا هتبقى الامور صعبه على اي فريق يعود بعد اللقاءين دول، لان دول انا اعتقد ان هم عنق زجاجه بالنسبه للفرقتين سواء الاهلي والزمالك. لقاء الاهلي مع انبي، ولقاء الزمالك مع الاسماعيلي، ولقاء القطبين يوم 9. ده اعتقد ان دي بتبقى يعني قريبه جدا جدا من يعني بيقرب ب 50% على الاقل. طب بخبرتك يعني كابتن طارق تحسم البطوله بقد ايه قبلها بكام اسبوع يا كابتن؟ في ظل ان انت قلت ان بكره ده عنق زجاجه لمين هياخد البطوله؟ مش قبل، يعني السنه اللي فاتت احنا اعتقد الزمالك نهى البطوله قبلها يعني كانت يعني اللي هي 100% كان قبلها باسبوعين، لكن قبل كده كانت الامور بعيده عن النادي الاهلي. انا بعتقد ان يعني ممكن تبقى قبل البطوله ب3 اسابيع على الاقل هتحسب نتيجه البطوله الدوري لاي من الاهلي بقى والزمالك، حسب ما ربنا يوفق الباقي اللي سواء الاهلي او الزمالك، يعني قبل بنهايه البطوله ب3 اسابيع على الاقل. ده كده دليل ان البطوله صعبه زي السنه اللي فاتت، يعني برضه الصعوبه جدا جدا، بطوله صعبه جدا. وخلي بالك الفرقه كمان اللي هي تحت،
انا متوقع فيه طفره في الاداء شويه في الدور الثاني، خلي بالك يعني فاهم. يعني الفرق اللي تحت دي مش هتبقى تحت، والفرق اللي في النص مش هتبقى في النص قوي، لكن هيبقى في كلام تاني خالص من فرق دعم. في فرق دعمت بشكل جيد في بين الدورين وهتاخد نقط، وفي فرق طبعا مستواها ثابت طبعا هتاخد نقط. فاعتقد ان الامور هتبقى فيها نوع من الصعوبه سواء تحت او فوق. صحيح. كابتن طارق، يعني عايز اسالك سؤال، يعني هل الاجواء في مصر وبشكل واضح كده امامنا ان في هدوء في الكوره او في الرياضه؟ وشايف النهارده سؤالنا يمكن وسؤال قناه الحياه، هل تؤيد عوده الجماهير في الاجواء اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ انا ما اعتقدش الجمهور يرجع دلوقتي خالص يا جماعه، عشان بس ما نقعدش يعني ما نفتيش ونقول لا صعب. الجمهور احنا بنقول الجمهور يرجع في حاله واحده، اللي بقى فيه قانون رادع لقانون الرياضه اللي معلق حتى الان لغايه ما مجلس النواب يقره. لازم يكون في قانون، ولازم يبقى في يعني نقدر نقول ده اللي احنا بنقوله يا كابتن فعلا. لازم يبقى في عقوبات رادعه، ولازم يبقى في قانون. كل عارف اختصاصاته ايه يا كابتن ومهماته ايه، كل واحد عارف يعني. لكن الموضوع ما تتسابش عشوائيه مين مسؤول. كابتن وليد عايز تسال كابتن طارق. كابتن طارق يعني نعم حبيبي. في المؤتمر الصحفي بتاع المباراه الكابتن حسام يعني طلع قال بالنسبه يعني ما تكلمونيش عن التغييرات، ما حدش يقول لي التغييرات ان الكابتن طارق عملها هي اللي رجعت المباراه تاني او عملت التعادل. فكان يعني رد فعل يعني حضرتك شايف الكلام بتاع كابتن حسام ازاي يعني؟ ما سمعتكش يا وليد، معلش تاني قول. يعني هو الكابتن حسام حسن طلع في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بيقول يعني ما حد بيسال الصحفيين بيسالوه يعني، فهو رد قال يعني ما حدش يقول لي بقى ان التغييرات بتاعه الكابتن طارق يحيى هي اللي اثرت على شكل المباراه، على المباراه، او هي اللي رجعت نادي الجيش التعادل او الكلام ده كله يعني. والله ده رايه يعني، هو يعني كل واحد يقول رايه يا وليد. انا ما كنتش موجود في المؤتمر الصحفي، انت عارف في المؤتمر الصحفي دلوقتي بيتعمل مدير فني اللي هو المضيف بيروح بيخش، وبعدين صاحب الارض بيخش بعد كده، فانا ما كنتش موجود. يعني هو يقول ما كما يحلو له، هو مدير الفني للفريق المنافس، وهو شايف الحاجات دي، هو حر يعني. هو كابتن اللي هو عايزه يعني، هو كابتن هو الطبيعي يعني اي مدير فني في المؤتمر الصحفي. انت شويه انت بتهدي النفوس ليه؟ لا خالص. هدي النفوس ليه؟ لا والله انا بقول لك يا وليد، هو مش من المفترض ان انا يعني اتناول فرقه المنافس. انا ده اللي انا بقوله يا كابتن طارق، يعني انا قلت المفروض المدير الفني بيطلع. انا لما دخلت اولا ما اتكلمتش خالص على فريق النادي المصري، قلت فريق محترم وفريق كبير صح، وعنده جهاز فني على مستوى عالي، ولكن احنا كنا وحشين النهارده، عملنا كذا كذا كذا، بالرغم ان احنا تقدمنا بهدفين، ما سيطرناش، ما فرضناش اسلوب لعبنا على الفريق المنافس. يعني صحيح. انا اتكلمت في فرقتي، ما اتكلمتش فرقه الماضي المصري يعني، مش علاقه. انا قلت كده برضه يا كابتن طارق، يعني المؤتمر الصحفي المدير الفني بيطلع المفروض بيقيم فرقته يعني صحيح. بعيد عن المنافس يعني. اخيرا يا كابتن طارق، الصراحه يعني، وده قلته لحضرتك من شويه، ان المباراه كانت رائعه فنيا، سواء من الاداره الفنيه من طلائع الجيش او من الاداره الفنيه للنادي المصري، والمباراه طلعت تعادل في الاخر نتيجه الشكل الفني للفرقتين او للاداره الفنيه نفسها. فطبعا يعني المباراه كانت حلوه، احنا استمتعنا بيها كمحللين. كان كابتن اشرف قاسم وكابتن حماد المصري كانوا موجودين في الاستوديو، فكان شيء رائع ان انتوا تعملوا ماتش يعتبر ده من الماتشات الجيده في الدوري المصري. يا رؤى هو ده الهدف، انك انت تستمتع بلقاء، لولا الحاجات اللي حصلت بره المباراه دي هي اللي افسدت برضه جو بره شويه، لكن انت بتستمتع بلقاء في منافسه داخل الملعب، وفي منافسه خارج الملعب، منافسه شريفه داخل الملعب، ومنافسه شريفه خارج الملعب، فاهمني؟ فما فيش اي مشكله، ما عندناش مشكله يعني. واتمنى ان احنا يعني الناس تهدى، وخلي بالك انت زي ما انت بتعلق على الحكام مثلا، ما انا استفدت من الحكام في بعض الماتشات، وأضرت من الحكام في بعض. انا بحترم حضرتك في الكلام ده والله يا كابتن. ده طبيعي يا جماعه، وانا بقول الكلام ده مش تزويق، انا بقوله عموما لكل الناس يعني، مش بقول الكلام ده عشان انا نفاق ولا رياء. الكلام ده بيتقال لان انت خلاص، انا الحمد لله بفضل الله دلوقتي داخل في ال 22 23 سنه مدرب، فانت بتتكلم. انا مرنت وليد صلاح، ومرنت حسام حسن وابراهيم حسن، ومرنت كل ما شاء الله اللعيبه اللي شايفها في النجوم اللي انت شايفها دي كلها، الحمد لله بفضل الله انا مرنتها يعني، فاهم قصدي؟ القصه كلها انك انت لابد ان تحترم راي الاخر بس.
هتبطل امتى يا كابتن طارق؟ انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، لازم تحترم بس اقول لك رأي يا آخر. كابتن طارق، هتبطل امتى يا كابتن طارق؟ ايه يا اتش؟ هتبطل امتى؟ خلاص اخر سنه. لا يا كابتن ابدا بصراحه ابدا، يعني بصراحه يعني ده كان قرار انفعالي منك، لكن لا بصراحه يا كابتن طارق يعني انفعالي مين يابا؟ بص يا كابتن، انا قلت في الاستوديو اشرف قاسم على فكره عارف، انا قلت له يا اشرف انا لغايه سن ال 60، بعد ال 60 هبطل تدريب، لكن واضح ان انا هبطل قبل 60 يعني. عملتهم انت يا كابتن طارق. 10 سنين حلوين يا كابتن لسه فاضلين. عملتهم برضو انت يا كابتن. ها عامة مستنيك خلاص هنا يا بقى كابتن تريح. طارق، مستنيينك هنا يا كابتن طارق. دلوقتي كفايه يعني، الحمد لله بفضل الله. ربنا يديك يا اشكرك يا كابتن كابتن كده. طارق شكرا جزيلا يعني طبعا على مداخلتك. حبيبي ربنا يخليك. مدرب محترم، مدير طبعاً. فني محترم يعني طبعا بنكن له كل احترام. يكفي طبعا اسلوبه في الكلام ان هو طبعاً. ما بيحبش هو يتكلم طول على عمره كده يا الخصم، كابتن. وان هو ملتزم بالقرار اتحاد الكوره او لجنه المسابقات بوقفه المباراه. بشكرك يا كابتن طارق طبعا.